السلام عليكم. اليوم جيت نتكلم على لا سيرونس ديال الديور، ولا سيرونس ماشي الاختياري كما كنعرفوا، بل لا سيرونس الاجباري. بقاو معنا باش تفهموا البلان كاملين. التأمين ديال السكن في المغرب اختياري، يعني شي واحد بغى يأمن الفيلا ديالو ولا لوبرج ديالو ولا الفيرما ديالو ولا الدار ديالو ولا شي حاجه عنده في الدار كيأمنها اختياري، كيمشي وكيأمن البلان ديالو. لكن الدوله شافت من بعد داك الزنزال ديال الحوز نط فيه بالباله، ولقى حتى شي واحد ما مأمن شي حاجه ونط الروينه في ذاك البلان. بدات كطريطه واحد لافير مع لا كابس والشركات ARN باش دير واحد دراسه جدوى على هذا المشروع هذا. من بعد يقد يولي مشروع قانون، ومن بعد يولي قانون وغيتطبق. ولا تطبق معلم اي واحد عنده شي عقار كيما بغى يكون غيخلص عليه التامين الاجباري، والتامين هذا غيدخل حتى هو مع الضريبه، يعني الضريبه ديال النظافه، الضريبه ديال السكن، ولا سيرونس الاجباري على السكن. وهذا الشيء يكون في العقارات القدام وجداد حاليا، لكن المعايير اللي غتقيم عليها هذا المشروع هذا مازال ما عرفناهاش، واي جديد فيه راه غنقولوا لكم. ما نساوش ما نخلطوش ما بين تامين قرض السكن وتامين السكن. تامين قرض السكن كيضمن الحق للبنك انها تسترجع الاموال ديالها وحقها وفلوسها من بعد الوفاه ديالك نتايا. اما تامين السكن هو التامين ديال الحيوط وما تحتويه الشقه من الداخل، فراش، زاج، اي حاجه كانت عندك في وسط الشقه راه التامين كيحميها. طرا لك مثلا شي لعيبه في الدار ولا حريقه ولا تهرس الدجاج ولا تشق شي حيط ولا شي لعبه، راه يخرج لك سبير من داك التامين وغيجي عندك وخبير ديال العقار هو اللي غيقيم الوضعيه والاضرار ديال الشقه وغيشوف اللي داخله في التامين واللي ما داخلاش في التامين. وكاين شي حوايج بحال السرقه راه يكونوا بلا محضر ديال الشرطه والعيبات ودفع وتسنى التعويضات، عاد يمكن لك ديك الساعه تعوض في داك الشيء اللي وقع لك في الدار ديالك. هادشي اللي كاين. بالسوج دعمونا بالاشتراك، عجبوا التعليق واش بارطاجيو مع الاشتراك ديالكم باش نبقاو ديما اجور. بالسوج دعمونا بالاسئله ديالكم وتقولوا لنا الراي ديالكم في هذا البلان. تشاو تشاو.